أهلا بكم. في أطفال كتير بتعاني من موضوع التبول اللا إرادي بالليل أو إنه يعمل حمام على نفسه وهو نايم، والمشكلة دي بتعمل قلق كبير جدا عند أولياء الأمور للآباء والأمهات. لكن من النهاردة مفيش قلق، جايب لكم النهاردة أقوى وأفضل علاج هيقضي تماما وبصفة نهائية على موضوع التبول اللا إرادي أو إن الطفل يعمل حمام على نفسه وهو نايم. لكن في البداية انزلوا دوسوا على زر الإعجاب واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. وزي ما عودتكم في اول كل فيديو، انا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم حاجات ناس جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة، فبقول لكم عليها على اساس انها تجيب معاكم برضو نتيجة كويسة. لكن ما تستخدمش اي علاج غير لما ترجع للدكتور او الصيدلي، لان هم اكتر اتنين هيقدروا يقولوا لك الحاجة دي تنفع معاك ولا لا. النهاردة بقى جايب لكم افضل علاج بيعالج التبول اللا ارادي عند الاطفال، علاج اسمه ابرامين 25 ملي جرام. ابرامين اقراص، ده موجود في اي صيدلية وبيعالج مشكلة التبول اللا ارادي عند الاطفال. وزي ما حضراتكم شايفين العلبة بتتكون من خمس شرايط، كل شريط فيه 10 حبايات، والحباية بتاعته رفيعة جدا بحيث انها تناسب الاطفال اي سن. يعني مثلا لو 4 سنين 5 سنين وانت طالع ممكن ياخد الحباية عادي، مفيش مشاكل لانها صغيرة جدا وحجمها صغير. هياخدها مع شوية مية. طيب بياخدها امتى؟ بياخد حباية مرة واحدة بس في اليوم، من الليل لليل. يعني مثلا على العشاء كده، العشاء تقول الله اكبر وتبدأ ان حضرتك تدي للطفل حباية من البرشام ده بالنسبة للعلاج. لكن بالنسبة بقى للوقاية، وزي ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج، العشاء تقول الله اكبر ابنك او بنتك ما يحطش في بقه نقطة مية او اي سوائل بصفة عامة، لا عصاير ولا شاي ولا قهوة ولا نسكافيه ولا اي مشروبات بصفة عامة. ليه؟ لان الحاجات دي طبعا سوائل وبتساعد على كثرة البول، فبتأدي برضو ان الطفل يعمل حمام على نفسه وهو نايم. يبقى انت هتدي حباية من دي، العشاء طول الله اكبر تديله حباية، واخر شوية مية يدخلوا معدة الطفلة هم المية اللي هي شرب بيها البرشامة دي. ان شاء الله باذن الله العلاج ده قوي جدا، وعن تجارب ناس كتيرة جدا جربته وجاب معاه نتيجة. وبالمناسبة سعره رخيص جدا جدا، يعني تقريبا الشريط كان ب2 جنيه، ممكن يكون غالي شوية دلوقتي 6 جنيه او 7 جنيه، مش مشكلة. لكن مفعوله قوي جدا ومفعوله شديد جدا. ولو حابين ان انا اتكلم عن موضوع معين اكتبولي في التعليقات تحت، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية. سلام عليكم.